غلطة زي كده تخسرك كل فلوسك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وكيا سيراتو. طبعا احنا بنوضح هنا أهمية الفحص قبل ما تشتري العربية علشان ما تتبث في العربية وتخسر كل فلوسك. طبعا هنا نفحص العربية من الخارج، فحص الدهانات الخارجية. شوف مع بعض طريقة الفحص. في عندنا هنا رش ومعجون في الخارج، نطمن على الصاج الخارجي. واضح ان العربية رشة كلها من الخارج. وهنا طبعا بنقول أهمية الفحص قبل ما تشتري. نشوف الدواخل بتاعت العربية. هنا شغل في حوض العربية، شغل في سلاح الرفرف، في رش وفي معجون. واضح معانا على الجهاز ان العربية كده فيها حادثة كبيرة جدا. هنمشي مع بعض ونكمل ونشوف ايه اللي ممكن يطلع في العربية اللي معانا. طبعا القوايم واضح ان معانا هنا في رش وفي معجون في القوايم. القايم التاني نفس الكلام، في رش وفي معجون. القايم الخلفي ايضا في رش وفي معجون. طبعا احنا كده بنطمن على الجانب اليمين بتاع العربيه. اتضح ان انا عندي شغل دواخل في العربيه، وكده العربيه كده فيها مشكله في التراخيص وفي البيع والشراء. وطبعا العربيه هي استثمار لكل فلوسك علشان ما تضيعش منك في غلطه عربيه زي اللي معانا. العربيه فيها رش في الحوض وشغل في الحوض، وفيها رش في القوايم زي ما احنا شفنا. هنشوف طبعا القوايم الناحيه الثانيه، ناكد كده مع بعض. في عندنا ايضا في هنا رش وفي معجون زي ما هو واضح ان العربيه فيها حادثه كبيره جدا. هنا القايم الوسط ده كده السليم. طبعا هنا ما فيش شغل ولا حاجه، الشغل كان في الجانب اليمين. الجانب الشمال زي ما احنا شايفين سليم، القوايم بتاعتنا سليمه بتاعته. ونشوف كده مع بعض ونكمل الشنطه. طبعا الحادثه واضحه، وده المعجون وده الفليتو اللي موجود. واضح ان فينا في كارثه في العربيه في الشنطه والشاسيهات الخلفيه. نطمن عليها كده مع بعض. هنا الشغل واضح في الشنطه. العربيه طبعا فيها حادثه من الخلف، وطبعا نايمه على الجنب اليمين. نطمن على كنترول العربيه. طبعا واضح هنا من خلال كشف على الكنترول ان العربيه فاتحه الارباك زي ما واضح معانا. هنشوف مع بعض كده ونكمل الفحص معانا. نشوف شغل في الكارترات زي ما هو واضح، في هنا شغل وفي هنا معجون. الناحية التانية برضو نفس الكلام، فيها شغل وفيها معجون. هنرفع العربية، هنطمن مع بعض على أساسات العربية من أسفل. الشاسيهات بتاعتها واضح معانا ان في عندنا صدمه. في هنا شغل زي ما واضح قدام مننا. هنا طبعا التبنيط، وهنا الشغل السمكره في فرده الشاسيه. نشوف الشاسيه الخلفي ايضا في شغل وفي معجون، لان كان في حادثه خلفيه. كده العربيه فاتحه الارباج، فيها شغل في 3 قوايم، فيها شغل في الشاسيهات. وهنا برضو في التخزينه في الشاسيه الخلفي يمين. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.